السلام عليكم حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشني. معاكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. يا رب يكون القناه عجباكم، واستنى رايكم في الكومنتات وتفعلوا لي الجرس وتقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. والنهارده نبدا فضفضه جديده، فضفضة قلبي مع رنوش. النهارده قصتنا باعت دهب امها عشان تكمل شبكتها، لكن اللي حصل يوم الفرح كان صدمه ليها. هي بنت بسيطة يتيمة الأب، عايشة مع أمها المريضة في شقة إيجار، بتشتغل شغل بسيط وتساعد أمها في مصاريف العلاج. بتش... بتحب أمها جدا، وبتعتبر إن الذهب اللي سابه لها أبوها قبل ما يموت هو آخر ذكرى منه. عمرها ما فكرت تبيعه. بيجي شاب عايز يخطبها، شاب شكله محترم وأهله باين عليهم مستورين. في الأول الأمور كويسة، بس بعد الخطوبة والدته ابتدت تعيب في كل حاجة. الشبكة صغيرة، ايه ده؟ دهب ايه ده؟ بنتكم مش في مستوانا. حسام يضعف قدام كلام امه ويطلب من نور تكمل باقي تمن الشبكة. طبعا ده كده اولا دي مش رجولة، اللي هو يطلب منك دي هدية منه ليكي، ان شاء الله لو جاب لك دبلة دي هدية منه ليك منه ليكي، وبيقول دي حاجة بسيطة وهنعيش سوا العمر كله. نور طبعا هي بتتلخبط ما بين فرحتها وامها وما بين كرامتها. راحت البنت قررت اللي هي تبيع دهب امها من غير ما تقول لها وتكمل تمن الشبكة. طبعا هي بدأت غلط خالص، يعني هي في الحوار اللي هي تدار على مامتها يبقى هي بتعمل حاجة غلط، وتجهز نفسها وفرحها وتحاول تبين لأمها إنها مبسوطة. جه بقى يوم الفرح، الكوافير مليان والناس بتزغرط والفرح بدأ، بس حسام متأخر جدا. الساعة جت 9 10 11 والتوتر بيعلى. بيجوا أهله ويقولوا حسام تعبان وفجأة مش هيقدر يجي. طبعا دي مصيبة ليها في حد ذاتها يعني. المهم العروسة بتنهار، بس المفاجأة لما صاحبتها تبعت لها صورة لخطيبها مع بنت تانية اتجوزها من يومين في فرح صغير في بلد تانية، وكان بيضحك عليها عشان ياخد فلوس الشبكة ويعمل بيها الفرح هناك. طبعا هو كان داخل على طمع، اللي هو عايز ياخد القرشين عشان يعمل بيه حاجة تانية مش عشانك انتي. طبعا البنت دخلت في حالة نفسية صعبة، وامها تكتشف اللي حصل وتنهار. بس بعد شهور البنت تقوم من جديد، تبيع الباقي من الذهب وتفتح مشروع أكل بيتي ناجح وتسميه أمانة أبويا، وتقول ما كنتش فاكرة إن الحب ممكن يوجع قوي كده، بس عرفت إن الكرامة أهم من أي شبكة. طبعا الفلوس تروح في داهية، اللي ممكن تقدري تجيبي غيرها وتعوضيها، بس احمدي ربنا اللي ربنا بينه لك على حقيقته من اولها. هو وجعك وانت امنتي له، وطبعا انت كدبتي ده عشان انت كدبتي على والدتك. الصراحه حلوه في حاجه زي كده. انت بتقولي والدتك مريضه مثلا، لو صرحتيها اللي انت مثلا هتاخدي الدهب دوت عشان تفتحي بيتك وكده، هي لو شايفه البني ادم اللي قدامها ابن حلال ليكي مش هتقف قدامك ولا تعترض. ده ممكن تساعدك وتقول لك ايديها في ايدك عشان تسترك. لكن انت عملتي يمكن الغلط اللي انت عملتيه ده هو اللي نتيجه اللي ربنا دفع لك حقه في الوقت ده. اللي ما تخبيش على امك اي حاجه، خليكي صريحه معاها. افرض فعلا خد دهبك كله وانت محتاجاه ووالدتك ما تعرفش راحت فيها ليه؟ ده اخر حاجه والدتك سابهولك، وانت تقولي والدتك مريضه وانت شغاله، يعني شقيانه وطالع عينك. احمدي ربنا اللي هي جت على قد كده. وبعد كده ما تامنيش لاي حد يا جماعه. اما تامني البني ادم وتتخذلي فيه بتبقى الموضوع صعب قوي، بيكسر. انا ده رايي. يا رب يكون النهارده الفضفضه عجبتكم، ومعاكم فضفضه قلبي مع رنوش. والحكايه النهارده يا ريت اسمع كومنتاتكم وتقولوا راي البنوته دي، حل المشكله دي صح ولا غلط. سلام.